خالد الجاسم يتهم الجامعة بعدم توفير التذاكر. دعونا نستمع ما قال. رفض أن يطلع معنا. هذا اثنين، نقدر يمكن منشغل المباراة ما بعرف، لكن احنا جبنا رئيس الاتحاد الإسباني وضربنا رئيس الاتحاد المغربي ما طلع معنا. كنا حابين نفتح معاه المواضيع ونشوف يعني، وحتى يعني تكلفني بالقضية؟ ها؟ تكلفني بها؟ نتكلم مع كيفك؟ أهلا وسهلا فيه. نعم. بس احنا أنا أقول لك إياه، احنا طلبناه إنه يجينا وهو رفض. هذا اثنين. ثلاثة، خطابك طبعا يتوجه للفيفا. فيفا الاتحاد الدولي في النهاية هو عليه أنه يوفر التذاكر للمغرب أو لإسبانيا أو لأي منتخب آخر. النقطة الرابعة، المفروض الاتحاد المغربي يتحمل أو الجامعة المغربية يسمونها، وما يتحملوا المسؤولية الكاملة في توفير التذاكر إلى الجمهور المغربي. أربعة، أنت ذكرت أن في طيارات راح تجي إلى قطر بسبب يريدون الحصول الذهاب إلى المباراة. ما في شخص يركب الطيارة إلا معه بطاقة هي. هي تعطى بدون تذكير الآن منذ